بابا باع نفسه للشيطان، وأمي باعت لحمها بالرخيص أوي لكل الرجال. مشكلة حقيقية من واقع الحياة لبنت عندها 23 سنة بتحكي وبتقول: أنا طلعت على الدنيا وشفت والدي وأمي كل يوم مشاكل 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 لحد ما روحي طلعت. والدي يوميا كان بيضرب أمي بشتى أنواع الضرب، ضرب وحرق وبدلق الزيت المغلي عليها، وكل حاجة فوق ما تتخيله كان بيعملها فيها. ومع ذلك أمي كانت بتعيش وتتحمل لحد ما لقينا والدي كمان بدأ يبقى مدمن وبيشرب مخدرات وبنج وحشيش، وكل يوم جري ورا الحريم، وكل شغله وفلوسه على الموضوع ده. كل يوم مشاكل مع والدتي ومعايا لحد ما والدتي زهقت منه، وهو كل يوم بقى يتبرى بالأيام، بيفضل بالخمس ست أيام بيتبرى، ما نعرفش هو فين ولا عايش ازاي ولا أي حاجة. كان يجي هنا ممكن ياخد الأنبوبة يبيعها، لو اتزنق في أي فلوس يبيع حاجة من البيت علشان يقدر يكفي نفسه ويكفي مزاجه، وخلاص على كده. أمي بقى الله يكرمها بقى مطرح ما هي موجودة بقت هي كمان تبيع نفسها للرجالة. طبعا والدي على طول كان برا البيت، ما بيجيش غير نادر، وأمي كانت دايما بتمشي بقى بالمحزة أو بالملزق قدام الرجالة برا في الشارع، وكانت الراجل ده لاقيه داخل والراجل ده لاقيه خارج، وهكذا كانت الحياة. لدرجة ان بقت تسمع امي وهي في الغرفة التانية مع الرجالة، ويوم ما اجي اكلمها وازعق لها الموضوع ده، وكان عندي وقتها 15 سنة، كانت تشخط فيا وتقول لي: امال انت فكرة ان انا هصرف عليكي منين؟ انت شايفة ابوكي عايش ومش عايش، موجود ومش موجود، وانا كمان لي احتياجاتي الخاصة وماخدش منه اي حاجة. لحد ما عرفنا في وقت من الاوقات ان بابا خلاص اتجوز وعاش حياته وسابني انا وامي، ما عادش فكر فينا خالص ولا عاد يدخل البيت نهائي. امي فضلت فاتحه البيت دعاره للي رايح واللي جاي. انا ربكم الحق التزمت بديني وباخلاقي، وبقيت اصلي واصوم واسبح واعمل كل حاجه بعيده عن الطريق ده. مجرد ان كانت امي تخرج من هنا او حد يجي لها من هنا، كنت ادخل على اوضتي واقفل عليا الباب وافضل امسك السجاده واصلي واعيط واقول: يا رب، ليه خلقتني في العيله دي؟ ليه خلقتني بين ما تعرفش ربنا ولا تعرف حاجه عنه، وبين اب مدمن وراح شاف حياته وشاف نفسه ورموني هما الاتنين. وفضلت اعمل كده على الوضع ده لحد ما كبرت ودخلت ثانويه عامه، وبقيت احاول ان اخرج واشتغل عشان اصرف على نفسي. بقيت في ثانويه عامه واشتغل في مكتبه جنب البيت علشان اصرف على نفسي، عشان ما احتاجش الفلوس امي الحرام ولا فلوس ابويا ولا ابويا اللي ما اعرفش عنه اي حاجه. تعدي الايام وتعدي السنين وانا على نفس الوضع، لحد هم انت فين ولا انت منين ولا عايشه ازاي ولا اي شيء. كنت بتعرض في حياتي لتحرشات كتير من الناس بره ومن الناس جوه، علشان الكل عارف ان انا ماليش ظهر، ماليش سند، ماليش حد، لا ام ولا اب ولا حد يسأل عليا. عدت الايام والسنين وانا بشتغل في المكتبة وبصرف على نفسي، لحد ما في يوم جالي انسان اتخطبت له، او بمعنى اصح وما كانش يعرف ان والدتي بتعمل الكلام ده ولا ابويا فين ولا الكلام ده. فهو كل الحكاية شافني في المكتبة وعجبته، وبالفعل اتقدم لي. قلت له، جيت اقول له كلم والدي، جيت ارن على والدي عشان اقول له، قفل في وش التليفون وقال لي: امك موجوده، اعتبريني ميت ومش موجود. جيت قلت لوالدتي، قالت لي: خلاص ما فيش مشكله، يجي وتخطبك عشان حتى ارتاح من همك ومن قرفك. وفعلا جه وخطبني. جه بس ما كانش بيجيلي كتير. قلت له ان انا بدرس في الكليه ومش عايزه ايه ان انت كل يوم تيجي والكلام ده. وبالفعل الراجل كان شاب محترم وعرف الكلام ده كله. الوضع بتاع امي كان بيزيد، الخنقه كانت جوايا بتزيد اكتر واكتر، وتعبي وشيل همي كان بيزيد اكتر واكتر. خطيبي ده حبيته بمعنى الكلمه، كان راجل واقف معايا كل ده وما يعرفش حاجه عن حياتي، معتقد ان انا ابويا متجوز وعايش في حاله وامي بتصرف عليا والدنيا تمام وعلى كده. في يوم من الايام خطيبي فضل يلح عليا: ايه اللي مزعلك؟ قولي لي ايه الحكايه، قولي لي فيها ايه. المهم فتحت قلبي ليه وحكيت، قلت له من صغري وانا شايفه الموضوع ده والمرار ده وكل حاجه، وحكيت له على كل حاجه في حياتي. فضل في الاول يطبطب عليا ويقول لي: معلش وهكون معاكي ومعلش والدنيا وكده ووالدتك دي ما تعرفهاش، وكفايه ان انت قريبه من ربنا وبتصلي وعارفه حدودك وعارفه كل حاجه. الشاب ده حرفيا فعلا بعد ما روح تاني يوم ارن عليه ما يردش، تالت يوم ارن عليه ما يردش، رابع يوم هكذا.
لقيت عمل لي بلوكات على كل حاجه. فجيت وحكيت مع والدته على التليفون، قلت لها هو قافل تليفونه ليه؟ خير في حاجه ولا ايه؟ قالت لي بصي يا بنت الناس، احنا مش هنتجوز واحده امها زانيه بالمعنى الحرفي كده. ما اتحرجتش مني ولا اي شيء. قلت لها طنط طب وانا ماليش ذنب؟ انا انسانه بصلي وبصوم وعارفه ربنا وانسانه محترمه، وابنك عارف الكلام ده. قالت لي يا حبيبتي ابني جالي وحكى لي على كل حاجه وانتي ما تلزميناش. بمعنى اصح انت بنت الزانيه، يعني بعد سنه بعد اتنين اللي امك عملته في ابوكي انت هتعمليه في ابني، واحنا ما عندناش استعداد ان احنا نجوز ابننا لواحده خاينه او هتخونه فيما بعد. المهم وقت حاجه ابني تبعتيها او يا اما انا هاجي اخدها. قلت لها تمام. جت فعلا اخر اليوم وخدت الحاجه. تتخيلوا كل ده قلبي مكسور وقلبي متفتفت تحت رجليا. امي مفكرتش تقول لي في ايه، مع اني رحت وقلت لها يا ماما اهل خطيبي هيجي ياخدوا حاجتهم. قالت لي غوروا انت وهم ولا يهموني في حاجه. وفعلا جم والدته اخدت الحاجه مني وبصت لي بقرف ومشت وسابتني. تتخيلوا ان انا قلبي مكسور من كل ناحيه، وبقول يا رب ليه خلقتني في العيله دي؟ ليه خلتني اشتال ذنبي من ذنبي؟ ليه خلتني اكون انسانه مش لاقيه اعيش ازاي؟ انا سبت البيت لامي لانها كل يوم بتطرد فيا، كل يوم بتطرد فيا. وجيت قلت لبتاع المكتبه لو سمحت خليني انا ما عندك مش لاقيه مكان. قال لي انا اسف، انا اخر ان انا بشغلك عندي واحمد ربنا ان انا مشغلك عندي. كل يوم بلف على البيوت، انام عند واحده صاحبتي دي شويه وانام عند واحده صاحبتي شويه. بس لحد امتى؟ رحت لابويا قلت له ابوس رجلك، امي بتطردني وكل يوم بتجيب رجاله في البيت وبتعمل وبتعمل وانا خايفه على نفسي. قال لي انت ما تلزمنيش وما تخصنيش، انت عايزه مراتي تزعل مني ولا ايه؟ ده كاتبه عليا قايمه بالشيء الفلاني وانا خلاص مخلف منها، وانت ما تلزمنيش واعتبر ان ابوكي ميت. قولولي اروح فين، قولولي اجي منين، قولولي ازاي اعيش في وسط الغابه دي. انا بستغرب احنا عايشين في غابه ولا عايشين فين بالظبط. انا تعبانه وجوايا مقهور ومكسور. انا بموت حرفيا في اليوم مليون مرة بسبب اللي انا عايشاه، بسبب اقرب الناس ليا اللي المفروض يكونوا سندي واماني وظهري في الدنيا. المفروض اللي كنت اتكل عليهم في كل حاجة من حياتي، لكن هم كل واحد فيهم اللي باع نفسه للشيطان واللي باعت نفسها لكل الرجالة وسابوني ورموني ولا كأني جيت على الدنيا. ايه ذنبي يا ناس وايه ذنبي يا رب في ان انا اكون بنتهم؟ وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بجد انا بقيت اكرههم كره العمى. بس انا ماليش حد في الدنيا، خصوصا ان احنا كنا امي متجوزه في محافظه غير محافظتها، لا اعرف ليا اخوال ولا اعرف ليا حد ولا اعرف اي حد في الدنيا اروح له. ساعدوني لوجه الله بدعوه حلوه من قلبكم، نفسي اشوف اي مكان يحتويني. والسلام عليكم. دي كانت مشكله البت النهارده، والله العظيم قلبي بيتقطع عليها من جوايا. حسبي الله ونعم الوكيل يا بنتي في امك وفي ابوك.